في ناس ما قالوش إن هم هيمشوا بس مشيوا، سابوك كده من غير وداع، من غير خناقة، كأنهم كانوا ضيوف في حكايتك مش أبطالها. بس الغريب إنك لحد دلوقتي بتفكّر فيهم ليه؟ ليه ناس اختفوا من غير صوت ولسه صوتهم جوانا عالي. خلّيني أحكي لك عن الوجع اللي ما لوش سبب بس فضل قاعد. سؤالي ليك، لو في حد اختفى من حياتك ولسه سايب فراغ جواك، هتكتب له إيه؟ رسالة من غير ما تبعتها، بس طلّعها من قلبك واكتبها لي في الcomment، يمكن تطلّع اللي مخنوق جواك من سنين. هو بصراحة كده يا صديقي العزيز، مش كل الرحيل بيكون وراه دموع، ساعات في ناس بتختفي من حياتك زي ما النور بيقطع فجأة، تفتح موبايلك تلاقيهم أونلاين بس مش ليك. علماء النفس بيسموا ده الوجع اللي ملهوش نهاية مفهومة، والمخ بيكرر ده جدا لأنه متصمم يحب يفهم حتى لو الحاجة وجعاه، فيبدأ يخترع سيناريوهات. أكيد أنا ضيعت الشخص ده، طب هو لو كان بيمثل ولا كان مستني فرصة يبعد؟ وكل ده مش حقيقي، بس هو الحل الوحيد لعقلك علشان يقفل الملف ده. الوجع أكتر إن الشخص اللي اختفى كان أكتر حد كنت بتحس معاه بالأمان، كنت فاكر إنه ركن طلع محطة وأنت كنت مجرد راكب، وعمرك ما كنت فاكر إنه هيبقى أرشيف وذكراه هتيجي فجأة وأنت بتقلب في ميمز سخيفة كده. وهنا فجأة كده بتلاقي نفسك بتسمع أغنية تفتكر إنه كان بيحبها، تضحك وبعدين تسكت، أو تعدي في شارع تفتكر إن أول مرة مشيتوا فيه سوا، بس المرة دي لوحدك. الغريب إننا بنفتكر اللي سابنا أكتر من اللي اختار يفضل معانا. طيب ليه؟ لأن العقل بيركز على اللي ناقص مش اللي موجود. ده اسمه في علم النفس تحيز سلبي، يعني الذكريات المؤلمة بتلزق أكتر لأنها مربوطة بشعور ما بيخلص. فبعد وقت بتفهم إن مش كل حد بيمشي لازم تلاحقه، في ناس كانت موجودة علشان تعلمك مش تكملك، وناس كانت تجربة مش قدر. مش كل وجع نحتاج نفهمه، بعض الوجع نسيبه يعني. لو حسيت إن الحلقة دي كأنها من جوه قلبك، دوس لايك، ومش عشاني، علشان ناس زيك محتاجين يسمعوها. واشترك في القناة علشان اللي جاي مش معلومات، اللي جاي ده كلامك بس لسه ما اتقالش. سلام، أشوفكم في اللحظة الجاية.